ازيكم؟ احنا اتعودنا ان الست لما بتشتكي ان جوزها مش مهتم بيها او بيبص لبره او كده، ان احنا نقول لها لازم تهتمي بنفسك، لازم تلبسي كويس ولازم تحطي ميك اب ولازم تغيري مش عارف من شكلك وتغيري من شعرك والكلام ده كله. وغالبا الست بيكون ردها ان انا بغير وبعمل وبلبس وعندي كل حاجة وعندي مش عارف 4 علب ميك اب و50 قميص و70 مش عارف ايه. السؤال بقى، هل احنا عمرنا لما في راجل بيشتكي بيقول الست اللي معايا باردة او الست اللي معايا مش مستجيبة، ان احنا نقول له اهتم بنفسك؟ هل عمرنا قلنا الراجل اشتري قمصان نظيفة للبيت او تيشرتات كويسة او طقم مش عارف بيجامات ايه؟ عمرنا قلنا للراجل كده؟ عمرنا قلنا للراجل احلق الشعر الزيادة اللي في جسمك والحاجات اللي ملهاش لازمة كلها؟ عمرنا قلنا للراجل احلق شعرك وهندم شعرك وحط شوية جل كده وحط شوية برفيوم؟ عمرنا قلنا كده؟ ليه عمرنا ما قلنا كده؟ علشان احنا مجتمع ذكوري، بنحمل الست كل حاجة. اي حاجة في علاقة الراجل والست بنحملها على الست. اغلب الكائنات الحية الذكور اجمل من الاناث. من وجهة نظري انا ان الانثى مش محتاجة تكون اجمل من الذكر، لان الذكر اوريدي عنده الغريزة الجنسية، فهو اوريدي يعني هو كده كده منجذب للانثى اللي قدامه. انا بتكلم في الكائنات، لسه ما اتكلمناش على البشر. بس الانثى ما عندهاش نفس الغريزه، فمحتاجه ان الذكر يكون مبهر علشان تقبل ان هي تمارس معاه التزاوج. يعني دي زي شركه او جمعيه، الذكر داخل بجماله فالانثى منجذبه له اوريدي، والانثى داخله بانجذاب الذكر الغريزي ليه. يعني الذكر رايح عشان هو الغريزة سيئة وعايز أنثى، والأنثى رايحة عشان هي معجبة بالذكر، فكده بيتم التكامل. نيجي بقى للراجل والمرأة. الراجل لوحده منجذب للمرأة، مش محتاج أي حاجة. الراجل لوحده مش عارفين نمسكوه أصلا، مش عارفين نربطوه، هو هايج عن المرأة والدنيا بايظة معاه، فتجملها ما بيفرقش كتير، هو عايز ينط وخلاص. إنما الست ما عندهاش غريزة الجنس، الست عندها رغبة، فالرغبة هي بتتحكم في رغبة. الغريزة الراجل ما بيقدرش يتحكم فيها، إنما الست محتاجة حاجة عشان تنجذب لك. يعني الراجل اوريدي منجذب، إنما الست محتاجة حاجة عشان تجذبها. أظن لغاية كده الكلام منطقي، مش فاتية قوي يعني. فعشان كده بتلاقي الست بتهتم بتفاصيل الراجل ما بيهتمش بيها. يعني ممكن واحدة تحب راجل عشان ساعة، شافت للساعة اللي هو لابسها حلوة بتنجذب له عشان ساعة. انت قول لي امتى شفت ساعة في ايد واحدة؟ امتى انتبهت ان الست لابسة ساعة ولا مش لابسة؟ انت اللي بتبص للساعة ولا غيره؟ انت عارف انت بتبص فين وانا عارف انت بتبص فين. الست بتهتم بالتفاصيل. الست ممكن تعجب بواحد عشان لابس جزمة نظيفة. انت قول لي امتى في واحدة ست جذبتك جزمتها؟ انت مش بتشوف الجزمة، انت بتشوف الرجل اللي في الجزمة. الرجل ملفوفة، الرجل مش عارف ايه، انت مشغول بالرجل مش في الجزمة يا جزمة. طيب انا بهري الهري ده كله ليه؟ علشان ان الراجل محتاج يهتم بنفسه عشان يجذب الست. حتى الست دي لو مراته بقالها 20 سنة، ما ينفعش ان الفانيلا اللي انت لابسها في الشغل اتقطعت فتقول خلاص انا سيبها البسها في البيت. البنطلون الدهول عليك ما بقتش ينفع تطلع بيه بره فبتلبسه في البيت. دقنك طويلة عايز تحلقها فتقول لا انا ما عنديش شغل اليومين دول، لا خلي دقني عشان انا قاعد في البيت. البرفيوم الحلو ركنه على جنب لما تروح بالمشوار الفلاني. ما بتسرحش شعرك غير وانت طالع بره. ما بتاخدش دش الا بسبب، يا اما جاي من الشغل وعرقان والدنيا بايظه، يا اما طالع رايح مشوار. عيني في عينك كده، امتى خدت دش عشان مراتك؟ انا والله هنا مش عمال ان انا اقطن فيك ولا ان انا بدعي الشرف ولا بدعي ان انا الراجل النظيف ولا الراجل بتاع، لا والله خالص، كلنا زي النيله وكلنا نفس العينه. بس اللي انا عايز اقوله لك ان انت لو اهتميت بنفسك ونظافتك الشخصية ونظافة اسنانك وريحة بقك وشوية برفيوم، علاقتك مع مراتك هتتغير وانجذابها ليك هيختلف. الست بتستطعم مش بتاكل. الراجل بياكل اللي في سكته، الست بتستطعم. ملحوظة أخيرة كده ومحدش يعلق عليها في التعليقات أرجوك، حلق شعر الجسم مش حرام. مفيش دليل بيقول إن حلق شعر الجسم عيب ولا حرام.
الراجل لما بيكون مشعر كده وخاصة في الحر ده والدنيا دي بيبقى حاجة مش لطيفة خالص. فانت لو مشيت المكنة كده على جسمك كده وظبطت نفسك وجسمك يبقى حلو كده هتنبسط من نفسك. والله ما هي حرام ومش عيب، هي بس عادات وتقاليد ان ازاي الراجل يحلق شعر جسمه ويحلق. عيب عليك يا راجل يبقى شكلك املس ولا امرض ولا الكلام ده كله، لا. الراجل لما يبقى جسمه نظيف وحلو كده بتبقى حاجة حلوة. في النهاية أنا آسف للرجالة وأنا واحد منكم ونفس الكلام، وأنا بكلم نفسي قبل ما أكلمكم. وللستات مش معنى إن أنا بقول كده إن الست تهمل في نفسها، طبعا الست لازم تكون ست في البداية والنهاية، لازم الست تكون ست. أتمنى لكم حياة سعيدة.